بارت 2 من سندوتشات سهرة الخميس. والنهارده معانا ساندوتش تشيكن فاهيتا، من ألذ واقرب السندوتشات على قلبي اللي مش بتاخد وقت خالص في تحضيرها. وعلشان نعملها هنجيب صدور تكون متقطعه شرايح رفيعه، وننزل عليها بملح وفلفل وبابريكا وكزبره وكمون وقرفه وثوم وبصل باودر. وكل المقادير هكتبها لكم تحت الفيديو. و3 فصوص من الثوم المفروم وعصير ليمونه كبيره، و3 معالق كبار زيت، ومعلقه كبيره خل، ومعلقه كبيره صويا صوص اختياري. ونقلب التتبيله دي بقى كويس جدا ونسيبهم على جنب لحد ما نجهز الخضار بتاعنا. وللخضار هنقطع بصل جوليان، وفاهيتا يعني فلفل الوان طبعا، احمر بقى واصفر واخضر، نقطعهم شرايح بالشكل ده. وللتسويه بقى هنجيب طاسه تكون سخنه جدا فيها زيت، وننزل فيها بالفراخ بتاعتنا وما نسحمش الطاسه، ومش هنيجي جنبها خالص لحد ما تاخد لون من تحت، ونقلبها علشان ما تنزلش ميتها. ولما نقلبها دقيقتين كده وهنلاقيها خدت لون، وبعد كده نشيلها من على النار. وكملت تسويه باقي الكميه برده بنفس الطريقه، وبجد يا جماعه بتستوي معانا بسرعه من غير ما تنزل ميتها، وبتكون جوسي كده. وفي نفس الطاسه هننزل بقى بالخضار بتاعنا، نديله تقلبتين كده لحد ما يدبل، وبعد كده ننزل عليه بالفراخ اللي كنا شايلينها، نديهم تقليبه بقى مع بعض كويس. واخر حاجه اختياري مش دايما بعملها، ان انا بحط رشه ميكس جبن كده. ونعمل بقى سندوتشات بتاعتنا، سواء استخدمنا عيش تورتيه او فينو او كايزر زي ما انا عامله. المهم ان طعمها بيكون تحفه. وقولوا لي بقى انتوا كمان عندكم فايبس معينه بتعملوها يوم الخميس ولا لا؟